طبعا ياسين ما قالوش هو ابن مين ومنين وايه اللي حصل معاه بالفعل، خاف لا يسلمه للبوليس او يرجعه لاهله او اي حاجه من الحاجات دي. طبعا ياسين قاعد يحور عليه بكلام مش مفهوم وكلام ما يخشش على دماغ واحد زي حافظ يعني. فحافظ جاب له النهايه، قال له انت هربان من اهلك. ياسين فكر كده شويه، قال طب والله فكره، ما اقول له ان انا فعلا هربان من اهلي. قال له انا فعلا مش من هنا وهربان من اهلي. في لحظات من التفكير من حافظ رد عليه وقال له اشتغل معايا. طبعا ياسين هو مش فاهم هو شغال في ايه ولا بيعمل ايه ولا مين الراجل ده، حس بتردد شديد جدا من ياسين. رد عليه حافظ وقال له بص، على العموم ده الكارت بتاعي، عايز تشتغل معايا تمام كلمني، مش عايز تشتغل معايا انت حر. وشاور له على الباب في اشاره منه يعني ان هو يبدا يخرج ويتحرك ويروح في المكان اللي هو عايز يروح. مد ايده ياسين كده في تردد وخد الكارت وحطه في جيبه. بدا بالفعل يا صديقي ياسين يتحرك من المكتب اللي هو فيه ناحيه الباب عشان يخرج من القصر خالص. بس وهو خارج كان مذهول جدا باللي هو شايفه، هو اول مره يشوف حاجه زي كده، تحف في كل حته، اضواء حلوه، مكان جميل، خصوصا كمان هو خارج بره. كان فعلا موهوم باللي هو شايفه، واللي ده كله طبعا كان على عكس شخصيه حافظ واللي هو بيشتغله. خرج ياسين من باب القصر حاطط الكارت في جيبه، مش عارف هيروح فين ولا هيعمل ايه ولا هيتحرك ازاي. على الناحيه الثانيه زكريا ما كانش بيعمل حاجه غير ان هو يروح المصنع، يشغل الابلكيشن، يرجع يقفل الابلكيشن، وهكذا.